بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قناة محمد الحمراوي لصيانة الأجهزة المنزلية. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتعلم حاجة جديدة في الغسالة الأوتوماتيك. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتعلم نجرب الموتور الغسالة ال جي التسع طرف خارج الغسالة. طبعا كنا جربنا مواتير كتير قبل كده، هنلاقيها طبعا على القناة بتاعتنا. ولكن النهاردة الموتور ده 9 طرف، ما كناش نزلناه قبل كده على القناة. كنا مجربين موتور الأكوا وموتور يعني مجموعة من المواتير كنا منزلينها على القناة. ولكن النهاردة ان شاء الله بإذن الله هجرب مع حضراتكم او اعلمكم ازاي تجربوا الموتور الغسالة ال جي 9 طرف بكل سهولة. طبعا كل اللي احنا محتاجينه علشان نجرب بيه الموتور ده يا جماعة، او الادوات اللي احنا محتاجينها، محتاجين سلك زي ده كده هنعمل بيه قفلة على طرفين من الموتور، ومحتاجين كمان كابل زي ده في نهايته ترميلتين علشان نوصل بيه. وطبعا السيريا بتاعتنا المحمولة اللي باخدها معايا في كل مكان بتسهل عليا طبعا عملية الصيانة، وبجرب بيها حاجات كتيرة جدا. هجرب او هعرف حضراتكم دلوقتي الالوان بتاعة الموتور. طبعا احنا معانا على رقم 1 الطرف ده ازرق، ده طرف ملف. رقم 2 ده طرف فاضي مفهوش اي توصيلات. معانا الطرف 3 و4 دول طرفين الابيض اللي هما بتوع تاكو الموتور. الطرف الاحمر ده اللي هو في رقم 5 ده ملف. الطرفين الاسود دول بتوع الاوفرلود او الحماية. الطرف الرصاصي ده شربون. الطرف الاصفر ده شربون. الطرف الاحمر ده ملف. يبقى احنا عندنا دلوقتي مجموع الاطراف دي كلها 9 اطراف. لو طلعنا منهم 2 تاكو و2 شربون و2 اوفرلود او 2 حماية، يبقى دول 6 اطراف من مجموع 9 اطراف. يبقى باقي معانا 3 اطراف اللي هو الازرق والاحمر والاحمر اللي هو رقم 10 ورقم 5 ورقم 1. دول ال3 اطراف الملف. يلا بينا نعرف او نتعلم ازاي نجرب الموتور ده خارج الغسالة مباشر. في البداية طبعا لو حضراتكم اول مرة تتابعوني، يا ريت حضراتكم تدعمونا بالاشتراك في القناة، وتدعمونا بلايك وشير علشان يصل لحضراتكم كل الفيديوهات القادمة ان شاء الله. زي ما قلت لحضراتكم احنا محتاجين كابل زي ده علشان نعمل بيه قفلة على اطراف الموتور. طبعا احنا لما نيجي نوصل يا جماعة هنوصل طرف ملف مع طرف شربون. الاحمر ده اللي هو رقم 5 ده ملف، هنوصله مع طرف شربون زي ما حضراتكم شايفين كده. ده الطرف الاحمر، وهنوصل الطرف التاني من السلك ده على طرف شربون اللي هو الرصاصي ده. يبقى احنا وصلنا طرف الاحمر مع الطرف الرصاصي، والكابل بتاعنا اللي احنا هنوصل او نجرب بيه هنوصل بيه على الطرف الشربون ده اللي هو اللون الاصفر، والطرف الملف اللي هو اللون الاحمر. ده هيجرب معانا اتجاه من اتجاهات الموتور. بسم الله. هنوصل طبعا على السيريا زي ما حضراتكم شايفين. الموتور شغال معانا ما فيهوش مشكلة، وانا طبعا بجرب على سيريا علشان ده طبعا بيضمن لنا السلامة. ولما اتأكد من سلامة الموتور يبقى اجرب كهرباء 220 عادي. ده طبعا اتجاه معانا شغال ما فيهوش مشكلة خالص. حضراتكم ركزوا في الاتجاه بتاع الدوران. الموتور كده كان بيلف في الاتجاه اليمين. علشان نجرب الاتجاه التاني كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنبدل اطراف الشربون. يعني ادى طرف شربون هنبدله مع الطرف التاني. ده طرف شربون وده طرف شربون.
هنبدل بس اطراف الشربون وباقي الاطراف تفضل زي ما هي، ونلف. حضراتكم لاحظوا معانا ده الاتجاه التاني. وانا طبعا بجرب بالسيريا زي ما قلت لحضراتكم كمان علشان اشوف امبير الموتور كويس ولا عالي. حضراتكم راجعوا الفيديوهات اللي قبل كده وانا بجرب الموتور، هتعرفوا ازاي ان احنا بنعرف الموتور امبيره عالي ولا كويس من السيريا. وده طبعا الاتجاه التاني زي ما حضراتكم شايفين. وبكده نكون باقل الادوات ان احنا قدرنا ان احنا نتاكد من سلامه او تلف الموتور ال جي التسعة طرف او اي موتور 9 طرف. بناخد طرف ملف مع طرف شربون ونوصل بالكابل بتاعنا على طرف ملف وطرف شربون. ودي بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. أرجو إن هي تكون نالت إعجابكم وتكونوا استفدتم حاجة جديدة النهاردة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.